مش بدري شوية على الفجر التحكيمي من بداية الموسم؟ الأهلي بمساعدة الكابتن محمود ناجي يفوز على الشرقية MB 3-2 في أول ماتشاته في الدوري المصري. وزي ما شفتوا الأهلي بدون الكابتن محمود ناجي لا يعرف طعم الفوز. الأهلي يفوز بالتحكيم المصري. نجحت إدارة الأهلي بالفعل الضغط على لجنة الحكام من بداية الموسم، من قبل ما يبدأ من الأساس بالبيانات النارية. وأول فضيحة تحكيمية في الدوري المصري، فضيحة تحكيمية من بداية الدوري المصري. هل التحكيم هيبقى عادل أم لا؟ محمود ناجي احتسب ضربة جزاء من الوهم لا ليس لها من الأساس. اندفاع اللاعب، وطبعا كله هيبقى قدامكم في الفيديو باللقطات والصور. اللاعب بيجري مندفع، من الطبيعي هيخش، هو بقى ناطط. فين ضربة الجزاء؟ بدون أي احتكاك زي ما انتم شايفين الصورة قدامكم، مفيش أي حاجة. فضيحة تحكيمية. الأهلي يفوز بمساعدة محمود ناجي. هل هتبقى دي البداية ولا لا؟ هل ده غلط مقصود ولا غير مقصود؟ الأهلي كان مهزوم 2-0 في بداية المباراة لحد الدقيقة 25 تقريبا. بعد كده الأهلي سجل الهدف الأول في الشوط الثاني في الدقيقة 61 أو 66. الأهلي يحتسب له ضربة جزاء من لا عدم بمساعدة الكابتن محمود ناجي، لدرجة إن الكابتن وائل جمعة طلع بيحيي الحكم، بيحييه على ضربة الجزاء الوهمية. يا سبحان الله. أنت في الدوري المصري، لو الدوري المصري استمر بالشكل ده، الدوري المصري محتاج وقفة حقيقية قبل الأخطاء التحكيمية الفاضحة دي. هتبقى عنوان الموسم من بداية الموسم. اتحاد الكرة موجه بطولة الدوري الممتاز لنادي الأهلي المصري من بداية الموسم بمساندة التحكيم المصري، وتحته من أول المباراة محمود ناجي حكم مباراة الشرقية MB. تظن يضيعوا مجهود فريق تاني عشان خاطر فريق يفوز؟ ليه؟ بخلينا نحكم بالعدل. ما الزمالك كان فيه ضربة جزاء في المباراة اللي فاتت ومحدش اتكلم عنها، قلنا نعدي بدون قصد كده. وفي حكام طالعه بنقول ان هي ليس ضربة جزاء. كابتن جهاد ابو جريشه طالع قال ان هي مش ضربة جزاء، واتراجعت من كذا زاوية. طب ايه؟ رئيس لجنة الحكام فين؟ يا ريت تعليقاتكم في الكومنتات واللايك الحلو بتاعك، وقول لي رأيك. محمود ناجي ساعد الأهلي في الفوز النهارده ولا لأ؟